والآن مع كلمة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، ويلقي الكلمة بالنيابة عنه القس أرميا مكرم مقرر مساعد لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية. بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. في الحقيقة أنا طالع مش لاقي كلام أقوله بعد الكلام من السيد الوزير اللي هو محمود خليفة. هو قال كل الكلام تقريبا يعني، فما خليناش حاجة نقولها. لكن أولا أنا حابب بس أقدم تحيات نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأمين المساعد لبيت العائلة المصرية والأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. أقدم أيضا تحيات فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو زيد الأمير الأمين بيت العيلة المصرية. وفي الحقيقة هو كان المفروض يبقوا موجودين معانا في وسطينا، بس حصلت ظروف دكتور أمير في الإسماعيلية ولسه ما رجعش يعني في مهمة كده، ونيافة الأنبا أرميا على آخر وقت جاله ظرف طارئ، فهم بينقلوا اتصلوا بيا قبل اللقاء بدقائق، ويعني كلفوني إن أنا أقدم اعتذارهم وأقدم أيضا تحياتهم لشخصكم الكريم وكل الأسر اللي موجودة معنا. في الحقيقة اليوم ده احنا فكرنا فيه في بيت العيلة، وفي الحقيقة أنا كمان حابب أحيي الجنود المجهولة في لجنة الشباب. يمكن اتذكرت بعض أسماء، لكن في أسماء تانية ما اتذكرتش، وهم جنود مجهولين معانا زي أستاذ مدحت خطوطلي، حاجه بنتعلم منها دايما، ويا بختنا ان احنا موجودين معاهم عشان نتعلم منهم. الحقيقه لما جينا فكرنا في اليوم دوت، احنا في بيت العيله عاملين كل زي ما اتفضل الاستاذ محمد يعني بيقدم بيت العيله بطريقه رائعه جدا. احنا معلومين بكل ما يحدث في الدوله، وفي الحقيقه كانت الفكره ان ما ينفعش نعدي احتفال باليوم الشهيد من غير ما احنا نظهر اهتمامنا بهذا اليوم. المستشهد ده مبقاش الطب بس، والدم اللي اتسفك ده لان دم ابني انا. فاحنا كلنا كمصريين واحنا اتعودنا على كده ان يبقى احساسنا ببعض كويس جدا. احنا في علاقاتنا في اشغالنا حتى في السكن اللي احنا ساكنين فيه احنا متعاونين مع بعض. اما نقول ان بعض الفتن اللي تحصل احنا عارفين زي ما تفضل الست الوزير وقال المحاولات اللي بتحاج على مش هكرر الكلام، لكن عندي اضافه صغيره يمكن انا اتعلمتها برضو من خلال المؤسسه العسكريه، من خلال بعض الكورسات اللي خدتها في اكاديميه ناصر العسكريه. ان حربنا اللي جايه ما هياش حرب المدافع والدم، لا احنا عندنا حرب، ويمكن كل بيت فينا بيعاني من الحرب ديت.
حرب السوشيال ميديا والشائعات اللي منتشرة بطريقة علشان نكون ناقمين على الوطن ونكون ناقمين على كل شيء في حياتنا. المخدرات اللي دخلت شبابنا واللي ابتدت جزء تبقى من حياتهم. بعض الأفكار اللي بيحاولوا يدسوها في مصر، ولكن احنا الحمد لله واقفين ليها بالمرصاد سواء الأزهر أو الكنيسة، وهو موضوع المثلية والاعتراف بموضوع المثلية. عندنا قضايا كتير حتى بيشككونا ان احنا كبلد مش هنقدر نقوم من الناحية الاقتصادية اللي احنا يعني متعرضين ليها، برغم ان ده عادي جدا. انا سني مقرب لل60 خلاص، فانا عاصرت 3 رؤساء دول، جمال عبد الناصر وايام الحروب وايام ما كنا بنقف بتوابير عشان ناخد رغيف العيش، ايام انور السادات ولما قال شدوا الحزام، ايام الرئيس مبارك لما قال انا دي امكانياتي وانا واخد البلد بعد حروب فمش قادر بيعمل بنية اساسيه للبلد، لكن هو بيحاول على قد الامكانيات اللي موجوده معاه. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيواجه، اول ما واجه خطر الارهاب، وده اللي يمكن السبب اليوم اللي احنا مجتمعين فيه النهارده، ان هو في الحقيقه كرئيس دوله يقف عشان يجيب حق كل شهيد، وقد ايه تاثره وقد ايه كرم الاسر ديت، وعليه مسؤوليه ان هو يبني بلد كبيره زي مصر. طبعا كل المحاكاة ديت اللي بنمر بيها ممكن نكون مرينا بيها زمان وبنمر بيها النهارده، بس عايز اقول لكم ان البلد اللي باركها ربنا وقال مبارك شعب مصر، واللي نزل فيها كل الانبياء وباركوا ارض مصر، انا بطمنكم اقول لكم احنا شعب ربنا بيحبه جدا وربنا واقف معاه جدا، وبنعدي كل الازمات اللي بتحصل. اوعوا تخافوا من حاجه، واوعوا تخافوا لا غلا اسعار ولا الحاجات دي مرتبطه بحاجات عالميه، مش مجرد بس يعني ناس بترفع اسعار وبس، لا دي فيها امور اقتصاديه كتير يمكن الناس مش قادره تستوعب الموضوع. لكن عايز اقول لكم احنا هنعدي المرحله ديت. صحيح ممكن نتعب شويه، ممكن نمسك على نفسنا شويه، يمكن كان عندنا حاله من الطرف شويه، بس لازم دلوقتي نمسك على ايدينا شويه. خلي بالكم من ولادكم ومن الامور الصعبه اللي هي بنسميها حروب الجيل الخامس، مش كده يا سياده الله؟ فالحروب ديت ما هياش حرب مسدسات وصواريخ وطيارات وكده، لا دي حرب يعني صعبة جدا. لما يدخلوا لشبابنا عن طريق الانترنت يدوهم معلومات غلط علشان يبقوا ناقمين على البلد، لما يغيبوا عقلهم بالمخدرات، لما يغيبوا عقلهم باسم التحرر ان هم يعترفوا بحاجات كل الاديان السماويه ترفضها زي المثليه وغيره من الامور اللي بتحصل. فعشان كده يعني بدعو كل الاسر المصريه تاخد بالها وتاخد يعني بالها من ولادها القصر بالذات ومرحله اعدادي وثانوي، لان دي اكتر مرحله بيستهدفوها من بره، وحتى بيستهدفونا احنا ككبار يعني، لكن احنا شويه عندنا عقل وعندنا كم من الخبرات اللي تخلينا النهارده بنحتفل بيوم غالي على قلوبنا جدا، لان كل نقطه دم سفكها شهيد وكل لحظه الم هو تألمها هي حاجه ثمينه جدا 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 عندنا وبنكرمها جدا. ويمكن احنا النهارده جايين نشارك معاكم ونقعد معاكم ونقول كده يعني احنا ربنا بيحبنا لانه خصنا ان احنا نكون شهداء. وعلى فكره مش بس الشهيد اللي اتقتل في الحرب، احنا كمان
كمان شهداء حاجات كتير جدا في حياتنا كان ممكن نعملها بس ما قدرناش نعملها، فدي يعني تعتبر نوع من التخلي والترك، زي ما الشهيد يعني تخلى ونسي نفسه وترك أهله وبيته علشان يروح في ميدان الحرب يقدر يجيب حقنا. احنا كمان شهداء في أعمالنا وفي أشغالنا وفي مجتمعاتنا، إن احنا نقدر إن احنا نحارب بجد ما يحاكى علينا خلال هذه الأيام. أنا برحب جدا بكل أسر الشهداء، بشكر جدا نادي طلعت حرب برئيسه وكل الإمكانيات اللي سخروها لنا. بشكر إخواتي في بيت العيلة اللي تعبوا وأعدوا اليوم ده، وأنا بعتبرهم جنود مجهولين قاعدين في وسطيكم، لكن يعني ما ظهروش في الصورة، لكن هم كمان شهداء، يعني ناس بتشتغل ومش مستنية لا أي أجر ولا أي حاجة. بشكر سيادة اللواء وبشكر دكتور مصعب، بشكركم جميعا وبالتوفيق إن شاء الله.